الملف الثالث الاستراتيجي الثالث اللي الرئيس القادم لازم يركز عليه. الملف الاستراتيجي الثالث هو ملف صراع الأجيال. عندنا مشكل في تونس، الشباب ما نفكرهم كان وقت الانتخابات، وقت الرسمي نحطهم في حد شيء، بالعكس نعطلوهم، بالعكس نقولوا له استنى دورك، كيما انا تعبت انت زاد اتعب. العالم تبدل مش كيف كيف. داير محاربة الفساد، فما زوز طرق لمحاربة الفساد، هو اني نشد الشخص الفاسد ونقعد نحاسب فيه، ولا اني يجي الشخص الفاسد نعوضه بانسان مش فاسد. انتداب الشباب في 22,000 مركز قيادي في السلطة التنفيذية التونسية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي هو أداة لمحاربة الفساد، وهذا باش يخدم عليه الرئيس القادم لتونس. الرئيس القادم لتونس في إطار حل صراع الأجيال، المطلوب هو أنه يعاود يخدم مع منظومة الثقافة في البلاد باش نعطوا لرواحنا براند جديدة، باش نعرفوا رواحنا بطريقة جديدة. كل مرة يطلع لنا واحد يقول لنا لازمنا نرجعوا للقرطاج، واحد يقول لك لازمنا نرجعوا لمزيغ، واحد يقول لك لازمنا نرجعوا للدولة الكذا والدولة الكذا. يا خويا ما عادش نحب نرجع بالتوالي، نحب ثقافة وبراند متاع شعب تونسي القدام. يعني نحب كي إنسان براني يهبط لتونس ينجم يحكي على الشعب هذايا بطريقة إيجابية، ينجم يقول والله الشعب التونسي أول ما تركب في الطيارة تشم ريحة الياسمين. الشعب التونسي وين تمشي تلقاه يبتسم، هذه الناس وين تدخل يقولك حسلامة. الشعب هذيا تونس راهو شعبها كنشوفوا راهي بلادهم نظيفة هكا تعمل، راهو ما فيهاش حتى واحد يبيت في الشارع، ما فيها حتى ازدياف. راهو الشعب هذايا وين تمشي تلقى ناس كل، حتى اللي يبيع لك ملاوي في الشارع عنده يخدم بالابليكاسيون بالتي بي او. خويا الشعب هذايا هم 12 مليون، اما تمشي البلاد هذيك تقول لك قوش عليك سويسرا في شمال افريقيا. ها خلينا نخدم على هذا، خلي إعلامنا يخدم على هذا، ثقافتنا تخدم على هذا، أفلامنا، مسلسلاتنا، إشهاراتنا، دور الثقافة، مدارسنا تخدم على حاجة إيجابية. الشعب التونسي الشعب ذاك الشعب اللي فيه الحريات بدون قيود. اي مش مشكلة، شبينا خايفين احنا؟ تونس راهي الأرض الوحيدة في العالم العربي اللي فيها اللجوء السياسي حقيقي. يعني كي بلادك تطردك انت في بلاد تجي لتونس. تونس هذيك أرض شعبها حر، واللي يجي عندهم حر. هذه هي الديفينيسيون اللي نحبها والتعريف اللي نحبوه للشعب التونسي.